اكبر غلط كديرو وبسببه كتبقى في بلاصتك، وهذا هو الفرق بين الناجح والفاشل. الناس الناجحه اصديقي ملي كتجيها شي فرصه او شي فكره ما كترددش، مباشره كتبدا كتطبق وما كتسناش، وفي هذاك التطبيق كتبدا الحركه، وديك الحركه كتجيب معها خطوات. الخطوه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، وانت كتطبق شي حاجه لداخل كتبدا كتغير. شنو في نظرك؟ مبروك عليك، انت هنا بديتي التطبيق وما بقيتيش هي كتفكر، شويه بشويه كتبدا كتكتسب قوه، شويه ثقه كتطلع، شويه كتولي كتعتمد على راسك اكثر، وهذه هي القوه الداخليه. انت انسان كتطبق، انت انسان عملي. عليها قلت لك مبروك عليك. عليها اذا لاحظتي في الهضره ديال الناس الناجحه شنو كتسمع؟ كيقولوا النجاح كيعتمد على السرعه. كي تجيك الفكره دوز للتطبيق مباشره، وفي الطريق كتبدا كتعالج دوك الاخطاء ودوك المشاكل اللي كيكون. اما اذا بقيتي كتحلل وكتفكر كتدخل في واحد الصراع داخلي وواحد المتاهه، وداك الصراع هو السبب ديال بزاف ديال الناس اللي هما فاشلين. عليها نصيحتي ليك ما تبقاش تفكر بزاف، دوز للتطبيق، اعتبر اي فكره او فرصه للتغيير. انت ماشي فاشل، انت انسان ناجح. بدا توكل على الله، ربي ما كيضيع حتى شي حد كيسعى في هذه الحياه هذه.